كان حسام الغياني وكان نائب رئيس محكمة النظر، واحمد بك اللي هو وزير العدل دلوقتي، والمحامي اللي بيمشي معاهم ده اسمه ايه؟ صبري صالح. لا عصام سلطان. لا العوة هو ده مجرد محامي علشان هو بيخلص بقى. لأن يطلع بره بعد كده. لا كمل يا دكتور، كمل يا دكتور. مين بعد اذنك؟ هيقطع يخرج بره. على احترام الدكتور لو سمحتوا احنا جايين هنا نتناقش ونسمع بعض، اللي جاي عشان خاطر يبوظ النقاط خاطر ينصرف. نسمع ايا كان الكلام اللي بيتقال مش عاجبه وبعد كده يرد وياخد فرصته كامله. انما لا انفعال، لا صراخ، لا محاوله لهدم اللقاء. الشعب راح مش عاوزين كلمه بس زي ما بيقولوا. فانا ترفعت عنه بدون مقابل خالص وطلعتهم براءه. لان المساله كانت مساله دستوريه.